Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus chez Cuisine Malia. Aujourd'hui, je vous propose la recette authentique de la citronnade tunisienne, une boisson fraîche et délicieusement parfumée à base de citron. Très populaire en Tunisie, surtout pendant l'été et le mois de Ramadan. La citronnade est à la fois nourrissante et rafraîchissante. Je vous laisse suivre ma recette en vidéo. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis et la famille. Si vous voulez me contacter sur Instagram, Facebook, TikTok, c'est Cuisine Malia. Vous êtes les bienvenus. مرحبا بكم الناس الكل في كوجينة مالية، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير. صحابي وحبيبي، اليوم باش نقترح عليكم السيتروناد التونسية. الوصفة هذه معروفة بها تونس، نحضروها في الصيف وخاصة في شهر رمضان، لازمها تكون موجودة على الطاولة. نحضروها في الأعياد، نحضروها في المناسبات الكبيرة، نحضروها في سيور الأيام. الوصفة هذه في متناول الجميع، والتحضير متاعها راهو سهل ماهل وأي واحد ينجم يحضرها. اليوم باش نحضرها لكم بطريقة صحية 100%. تابعوني خطوة خطوة، وبقدرة اللي تدعيوا لي بالخير وتنجحوا في السيتروناد متاعكم. في العادة والعواد وقت باش نحضروا السيتروناد التونسية نطيبوا القارص ومن بعد نرحوه ونصفوه مرة واثنين وثلاثة حتى نتحصلوا على المشروب هذايا اللي هو السيتروناد. أنا الحقيقة اليوم باش نحضر القارص متاعي بطريقة مختلفة تماما. السيتروناد باش تكون صحية 100%. القارص باش نحطه في الكونجيلاتور ونجبد وقت الحاجة، وباش نوريكم راهو نجموا نحضروا السيتروناد متاعنا من غير ما نطيبوا القارص ومن غير ما نخسروا هاك المنافع اللي فيه الكل. لهنا القارص القصيته مرسوات صغار، حطيته في الساشي المتخصصة بالثلاجة مدة تسويعتين من زمان باش يكون شد روحه ويطوعني للرحيين. نجموا راهو كيما قلت لكم نرحوا القارص وما ثم حتى مشكلة في الوقت، أما كي تحطوه في الكونجيلاتور يعاونكم في الرحيين في ساعة تحضروا المشروب هذايا. القارص تنجموا تستحفظوا به مدة طويلة في الكونجيلاتور وتجبدوه وقت الحاجة. هاكم تراو بنظافة وحفافة، كل 5 كعيبات نحطهم في الساشي. وقت الحاجتي باش نحضر السيتروناد نجبد الكمية اللي لازمتني. إذا كان تحبوا السيتروناد متاعكم مفوحة بالسكر فاني راكم تنجموا تحطوا فيها كيما حطيت أنا، تنجموا ما تحطوش، راهو ماهوش حاجة ضرورية. تفوحوا السيتروناد متاعكم كيما تحبوا أنتم وتشتهوا. فما شكون يحط النعناع، فما شكون يحط سكر فاني، فما ما يحبش لا سكر فاني ولا نعناع. يعني المهم القارص متاعكم تثلجوه بالطريقة هذه وتجبدوا وقت الحاجة وتحضروا المشروب هذايا المزيان الصحي. لهنا بعد سويعتين 3 من زمان جبتك القارص اللي حطيته في الثلاجة، وباش نوريكم كيفاش باش نحضروا السيتروناد متاعنا بطريقة بسيطة بالكل، ما ثماش ما اسهل منها. في ظرف 5 دقائق دبيبيزة السيتروناد هذيك تكون موجودة على الطاولة. نصيحة نعطيها لكم، وماذا بيكم السيتروناد متاعكم ما تحطوش فيها كمية كبيرة متاع سكر باش تكون الفوائد متاعها أحسن وخير. لهنا كما ريتوا على 1.5 ماء حطيت أقل من 50 جرام متاع سكر، وراهم بعد في التقديم باش نحط في الكيسان الثلج، يعني الكمية متاع الماء باش تزيد. 1.5 ماء تنجموا تحطوا 4-5 كعبات قارص، وتكون السيتروناد متاعكم عاقدة شوية، تقروا بحساب اللي انتم باش تحطوا الثلج في الكيسان. العصير حضر توا باش نصفيه كيما تراو، نحي هاك الزايد هذاك اللي ما يلزمنيش، وناخذ كان العصير اللي هبط في الصحفه هذيك، ومن بعد باش نعبيه في دبيبيزه بالنار. ومن المستحسن اذا كان باش تستحفظوا بالعصير هذايا نهير ولا نهيرين في الفريجدير، حطوه في البلار ما تحطوش في البلاستيك باش يكون اموره صحيه 100%. هاكم تراو
ما شاء الله كمية لبس بها ب4 ولا 5 كعيبات قارص. هاكم تشوفوا الكمية اللي حضرت بها السيتروناد متاعي. إن شاء الله نالت إعجابكم. إن شاء الله الوصفة هذه تحضروها في الأعياد والأفراح والمسرات. إن شاء الله يا ربي تحضروها وأنتم ملمومين مع العائلة والأصحاب والأحباب. إذا كان عجبتكم الطريقة ما تنسونيش في البصمة في الاشتراك في القناة إذا كنتم مش مشتركين، تفعيل الجرس، وهذا فضلا وليس أمرا. إذا كان تحبوا تتصلوا بي على الانستغرام وإلا الفيسبوك راهو كويزين مالية، بصدر رحب نجاوبكم على أي سؤال تسألوه. ما يبقى لي كان نقولكم تبقوا على خير وفي أمان الله وإلى اللقاء، وإن شاء الله يا ربي نتقابلوا في وصفة مع أحسن وخير.